تخيل كده تصحى من النوم على صوت حد بيقولك صباح الخير، يا ترى نمت كويس ولا لأ؟ تفتح عينك تلاقي مفيش حد في الأوضة غير الببغاء بتاعك. والله، الببغاء ممكن يصحيك الصبح ويقولك تصبح على خير بالليل، ويمكن لو مزاجه رايق يحكي لك نكتة كمان. الببغاء ممكن يتكلم معاك أكتر من صاحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا فاحنا تشرفنا. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ موضوعنا النهاردة هنتكلم عن واحد من أذكى وألطف الكائنات اللي ممكن تعيشها في بيتك، الببغاء. الببغاء مش مجرد طائر ألوانه حلوة وشكله لطيف، ده عقل عبقري في ريش طاير. طيب إزاي الببغاء بيتكلم؟ الموضوع مش سحر ولا خرافة، لكن وراها علم. الببغاء مش بيملك أحبال صوتية زي البني آدم، إنما عنده عضو اسمه السيرينكس، وده بيقدر يقلد بيه الأصوات بدقة مذهلة. يعني تقدر تقول عليه آلة تسجيل حية، بس عنده شخصية. في ببغاوات بتسمع الكلمة مرة واحدة وتحفظها. في نوع اسمه الببغاء الرمادي الأفريقي أو الأفريكان جراي، وده يعتبر أذكى نوع فيهم. كان في ببغاء اسمه أليكس، عملت عليه دكتورة أمريكية تجارب أكتر من 30 سنة، وكان بيعرف يميز الألوان، الأشكال، الأرقام، ويفهم الأسئلة ويجاوب. يعني مش بس بيكرر الكلام، لأ، بيفهم كمان. تخيل كده تبقى قاعد في الأوضة سايب التليفون على المكتب، وفجأة تسمع صوتك بيقول أنت ناسي الموبايل يا غبي. تقوم مفزوع تلاقي الببغان هو اللي قالها. هو حافظها منك وقرر يفكرك بيها في اللحظة المناسبة. الببغاء كمان عنده عاطفة قوية جدا، يعني لو اهتميت بيه هيتعلق بيك ويمشي وراك في البيت كأنه كلب صغير، ولو أهملته ممكن يزعل ويبدأ يسكت أو يشد في ريشه من الضيق. يعني عامل زي طفل صغير عاوز اهتمام وحب. طب هل الببغاء ممكن يتعلم كلمات كتير؟ بعض الأنواع ممكن تحفظ 1000 كلمة أو أكتر، بس محتاج صبر وتكرار. ويفضل يكون في جو هادي ومليان تحفيز، يعني كل ما تكلمه أكتر وتضحك معاه وتديله حوافز زي الفاكهة أو حاجة هو بيحبها، كل ما هيستجيب أكتر. بس خد بالك، مش كل الببغاوات بتحب تتكلم. في شخصيات زي البشر، في ببغاء يحب الكلام والتقليد، وفي ببغاء بيحب الصراخ والمزيكا بس. في واحد ممكن يحفظ الأغاني ويرقص، وواحد تاني بيحب يقلد صوت الباب وهو بيفتح. وفي مواقف مشهورة جدا لببغاوات كانوا بيقولوا أسرار العيلة، أو بيقلدوا صوت الأب وهو بيزعق، أو بيكلم الموبايل بصوت ماما، لدرجة إن حد اتصل بالشرطة لأنه افتكر في حد بيتخانق. طب الببغاء بيعيش قد إيه؟ ده مش طائر وتعيش معاه كام سنة وخلاص. لازم تعرف إن في أنواع بتعيش 40 و50 سنة، وفي اللي بيكمل معاك لل70. يعني ممكن يدخل المدرسة مع ابنك ويتخرج مع حفيدك. فلو بتفكر تشتري واحد، خليك مستعد تكون في التزام طويل الأمد. الخلاصة، الببغاء مش مجرد طائر زينة، ده صديق ذكي بيشاركك يومك وضحكك وصحيانك ويمكن حتى أسرارك. بس زيه زي أي كائن حي، محتاج حب واهتمام وتواصل. لو عايز تبدأ رحلتك مع الببغاوات، خليك صبور وابدأ بنوع يكون مناسب للمبتدئين، وما تستعجلش انك تسمع منه جملة. البداية دايما بتكون همهمات، بس بعدها هتفاجأ انك عايش مع ممثل صوتي في بيتك.